وصل الكوره لعبد الواحد سامي الشيشيني. طبعا جمهور قليل جدا جه النهارده، الطقس مش مساعده، وطبعا الجو العام مش مساعد، انما جمهور شايف وانا بيزيد شويه لكن لا يتناسب مع وادي غلطه عمره. وهنشوف الغندور هيعمل ايه، وطبعا بنالتي يعني دي ما فيهاش ابدا اي حاجه، وكارت احمر طبق القانون بحذافيره يعني محدش يقدر يلوم الغندور فيها ابدا. شوف بقى خطأ حارس المرمى، عاوز يرقص طبعا دخل عليه على طول عبد الحليم وخد بنالتي وطرد لان هو كان منه للجون. هنشوفه مره ثانيه، الراجل جات لك الكوره اهو ما طلعها على طول، انما وقف وعبد الجواد وعاوز يرقصه بقى وضرب لخمه. انما شوف بقى عبد الحليم والذكاء بتاع الملعب وتوقع خطأ الخصم. لاعب النادي الاولمبي السابق ولاعب في هولندا واتنقل الزمالك، وداخل هيثم ويحط الكوره بره. وفي مفاجاه ثانيه لحلمي طولان، وقام حلمي على طول عشان يقول له مفيش حاجه ومفيش اي كلام وكلام من ده. ادي مفاجاه كبيره جدا في اول 7-8 دقائق القناه يتكرش منه او يطرد ابراهيم عبد الجواد من خطا قاتل ليه، وتتحسب ضربه جزاء. هيثم فاروق يطلعها، وقفها عبد الحليم علي، عبد الحليم لطارق السيد، وادي كوره عرضيه التابعي واي حاجه من بعيد، وضربه مرمى لنادي القناه. كان كل نادي بيطلع يددوا لي مرتين ثلاثه، ونشوف بقى لعبنا وتتنقل الكوره وعكسيه وحلوه لطارق السعيد، ويصفر الغندور ضربه جزاء لنادي الزمالك. هنشوفها مره ثانيه اهو، تروح الكوره لطارق وواخده من تحت. هنشوف مين اللي هيشوط، يا ريت مبارك يقرب الكاميرا. والهدف الاول لنادي الزمالك من ضربه جزاء ايضا صحيحه. وفكري بيحاول انما يضغط عليه وياخدها طارق السعيد، وطارق السعيد يلعبها لكمونه ومصفر جمال الغندور. هنشوف قراره ايه، قراره خارج منطقه الجزاء. 4-5 واقفين من نادي تتلعب فوق، ويغمزها كده لايمن، وايمن في المساحه الفاضيه. يا سلام يا سلام على الكره السريعه الحلوه 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 الحلوه. شوف التحرك بدون كره، وعبد الحليم علي يطلق صاروخ وداخل اهو احمد العجوز ويلعبها عاليه قوي، وضربه مرمى لنادي الزمالك. ايمن عاوز يعمل حاجه، هيثم فاروق وشاط قنبله، تتلعب الكوره وهيثم برضه، وفي نص الملعب يمسكها، في وسط الجون يمسكها اسود. ضعيفه من سماره، يمسكها عبد الواحد، وايمن لعبها حلوه قوي قوي، ولو عمل له حاجه هتبقى برضه بنالتي، وهنشوف هيعمل ايه. وصفر بنالتي جمال الغندور. لسه بقول لحضراتكم لو عمل له حاجه هتبقى بنالتي. جمال الغندور اهو خد رجله بعد ما عدى، وضربه جزاء برضه هنقول صحيحه، وسوء حظ لنادي القناه لان هي كلها حاجات صحيحه. والهدف الثاني لنادي الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع. هنشوف مين اللي جابها، لأن أيمن عبد العزيز. أيمن عبد العزيز كده نبقى نشوفه مظبوط في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع. تتلعب الكورة ويصفر الحكم الدولي جمال الغندور بانتهاء الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك بهدفين ليشيل نادي القناه. احرز الهدفين بشير التبعي وايمن عبد العزيز من ضربتي جزاء صحيحه. تتلعب من ايمن عكسيه وفرصه من الدوماني، و7 دقائق تقريبا من بدايه، و2-0 للزمالك. ولكن القناه غير شكله في الشوط الثاني زي ما احنا شايفين، تخلى عن حذره الدفاعي، وضربه جزاء لنادي القناه. ضربة جزاء لنادي القناة، ويبدو ان
الغندور هيخش في المباراة، هتبقى تاريخية، 4 ضربات جزاء هنشوف اهو. عدى احمد فكري وخد فاول وضربة جزاء لنادي القناة. ضربة جزاء لنادي القناة 2-0، وتشيرنو اللي نزل مكان احمد العجوز هو اللي هيلعب ضربة الجزاء. تشيرنو وعبد الواحد، وصفر الغندور، ويحط تشيرنو الهدف الاول للقناة بعد مضي 8 دقايق من ضربة جزاء. تشيرنو بعد 8 دقايق في الشوط الثاني، وتصبح النتيجة 2-1. 4 ضربات جزاء عاوز يشوط، تروح الكورة لطارق السيد. طارق السيد يلعب كورة عكسية وعالية وخطرة خطرة خطرة خطرة. عبد الحليم يضيع فرصة كبيرة جدا جدا، وضع جسمه غلط، هنشوفها مرة تانية. المميزين بألعاب الهواء على ابو جريشه وابو غيده والعالم الكبيرة قوي قوي دي لازم يصلح وضع جسمه في الهواء. هنا الرشاقة والمرونة، فرصته ماشي، وده له فرصته ماشي وماشي، وبتشد وتديله فرصته برضه، ودخل المنطقة ومصفر الغندور. ضربة جزاء لنادي الزمالك. ضربة جزاء لنادي الزمالك هنشوفها مع بعض اهو. الغندور عطاله فرصته حلوة قوي قوي قوي، وعبد الحليم دخل وشارخ وخد ضربة جزاء برضه صحيحة. عبد الحليم علي ايمن عبد العزيز وجها لوجه للسيد السويدي. يحط ايمن عبد العزيز الهدف الثالث لنادي الزمالك، هدف الاراحه النفسي بعد ما كان القناه عامل ازعاج وشد الجماهير عصبيا. وضربه الجزاء اهو يحرز منها ايمن عبد العزيز الهدف الثالث ومعدي. وبقول لحضراتكم مساحات فاضيه، لو الزمالك يلعب بسرعه في مساحات فاضيه كتيره وتتلعب ناحيه الشمال وعكسيه، وهدف جميل ملعوب يعمله اسامه نبيه ضربه جزاء. هنشوفها مع بعض اهو. ادي الكره العرضيه ومتابعه حلوه من اسامه نبيه، ويحرز اسامه نبيه الهدف، اسامه نبيه الهدف الرابع. بتتعقد الامور. القناه برضو عامل ماتش كويس، وادي مشوار تاني اهو لاحمد عبد الحليم وعرضيه، انما يتضغط عليه وتطلع كوره ضربه ركنيه. حاجه كويسه تحسب له. واخيرا يصفر الحكم الدولي جمال الغندور.